السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي. هنعمل حاجة كده بين البقسماط وبين البسكوت. تنفع بقى كده جنب كوباية شاي العصرية او كوباية قهوة. حاجة جميلة جدا جدا. وفي نفس الوقت طريقتها سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، لا في التشكيل ولا في العمايل ولا في المقادير. طريقتها بسيطة جدا جدا. وفي نفس الوقت التكنيك اللي معمولة بيه هتطلع معاكي كده هشة وخفيفة وبتدوب في البق دوبان، ومن غير ما تبذلي فيها وقت ولا مجهود، وتقدري تعمليها بنكهة الليمون او بنكهة البرتقال. ودلوقتي بقى تعالوا نفتح واحدة كده ونشوف قد ايه هي هشة وخفيفة كده من جوه وبتدوب كده دوبان. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة بقى تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في الطريقة. واول حاجة معانا في المقادير النهاردة، معانا كده كوباية من الزبدة. كوباية ناقصة كده نص عقلة من صباعك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكوبايه مكبوسه بالزبده اللي بدرجه حراره الغرفه. يعني ايه بدرجه حراره الغرفه؟ يعني قبل ما تستخدميها لازم تطلعها كده من التلاجة شويه، حوالي ساعه كده، علشان تاخد درجه حراره الغرفه. احنا مش محتاجينها ساقعه، بحيث لما تيجي تقلبيها في المرحله دي تتقلب معاكي كده بمنتهى السهوله. وزن الزبده اللي موجوده في الكوبايه وزنها كده 180 جرام. طيب هنضيف ايه بعد كده؟ هنضيف كده كوبايه من السكر المطحون. الكوبايه مليانه كده زي ما انتوا شايفين، بس برضو ناقصه كده نص عقله من صباعك. تقدري تستخدمي اي كوبايه على فكره، بس اهم حاجه توحدي الكوبايه في كل المقادير. انما انت بقى لو هتستخدمي الميزان مش شرط تستخدمي الكوبايه خالص، حطي المقادير بالميزان وخلاص. وزن السكر اللي موجود في الكوبايه وزنه 130 جرام. عارفه في سؤال دلوقتي هيدور في دماغكم، ان ازاي كوبايه الزبده كانت مليانه على الاخر وناقصه نص عقله من الصباع ونفس الوضع السكر برضو، وازاي دي 180 جرام والسكر 130 جرام؟ هقولك علشان كثافه الزبده غير كثافه السكر خالص، لان طبعا كثافه السكر اخف من كثافه الزبده. ودلوقتي بقى قلبت الزبده مع السكر كده لغايه لما لونه فتح معايا، لازم اللون يفتح معاكي بالشكل ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنضيف كده بيضتين، بس طبعا البيضتين مش هنضيفهم كاملين، ركزوا معايا. هنضيف بيضه كامله كده زي ما انتوا شايفين، وصفار بيضه، وهنستغنى عن بياض البيضه التاني. مركزين معايا؟ يبقى احنا كده ضفنا بيضه كامله وصفار بيضه بس. طيب ليه احنا عملنا كده استغنينا عن بياض البيضه التاني؟ علشان احنا محتاجين نعوميه كده في البقسماط اللي احنا هنعمله النهارده، وفي نفس الوقت برضو محتاجين قوه صلابه. ودلوقتي هنفهم مع بعض ازاي، بس ركزوا معايا. انا ضفت كده نص معلقه صغيره من الفانيليا، ودي كده معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات، معلقه صغيره كده مليانه من معالق الشاي. بعد كده بقى هضيف رشه صغيره كده من الملح، وده علشان تظبط لي الطعم. وفي نفس الوقت برضو رشه الملح دي بتبرز لي طعم كل حاجه موجوده في البقسماط او الكوكيز اللي احنا هنعمله النهارده. دلوقتي بقى هقلب كل المقادير كده مع بعضيها لغايه لما البيض يختلط كويس جدا جدا والبيكنج باودر ينتشر في الخليط. وزن البيكنج باودر اللي احنا استخدمناه النهارده في الطريقه وزنه كده 5 جرام. اهم حاجه في المرحله دي ان انا ادوب السكر كويس جدا جدا، سواء بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي او بايديكي لو انت هتستخدمي ايديكي. بس طبعا لو هتستخدمي ايديكي لازم تكوني مجهزه كل المقادير جنبك علشان مش تحتاجي تغسلي ايديكي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هنستخدم نكهه الليمون النهارده زي ما احنا اتفقنا، او البرتقال. لو انت هتستخدمي نكهه الليمون هتضيفي كده معلقه كده صغيره من بشر الليمون. يعني هتجيبي الليمون كده وتمسكيه على المبشره وتبشري بس القشره الخارجيه بعيد عن القشره البيضاء. انما انت بقى لو حابه تعمليه بنكهه البرتقال هتجيبي البرتقانه في موسم البرتقال وتروحي بشره القشر بتاعها كده، طبعا بعد ما تغسلي البرتقانه كويس، وتحطي القشر بتاعها برضو بعيد عن القشره البيضاء. هتاخدي برضو معلقه صغيره كده من قشر البرتقال وتضيفيه على المقادير. دلوقتي بقى احنا ضفنا ايه؟ ضفنا الدقيق او الطحين. هنضيف قد ايه؟ هنضيف كده 3 كوبايات وربع ممسوحين. يعني ايه 3 كوبايات وربع؟ هنضيف كده 3 كوبايات ممسوحين ومعلقتين كبار كده مليانين بشكل هرمي. وزن الدقيق او الطحين اللي احنا استخدمناه النهارده في الطريقه وزنه كده 390 جرام. لو انت مش استخدمتي الميزان انزلي ب3 كوبايات ممسوحين الاول من الدقيق، وبعد كده انزلي بالربع كوبايه كده بالتدريج. وده علشان انت اللي تتحكمي في العجينه مش العجينه اللي تتحكم فيكي. ليه بقى؟ لان ممكن حجم البيض اللي انت مستخدماه يكون اصغر من حجم البيض اللي انا استخدمته، فبالتالي لازم تنزلي كده بالدقيق بالتدريج لغايه لما تظبطي العجينه.
طيب هعرف العجينه مظبوطه معايا ازاي؟ همسك بقى قطعه كده من العجين وابرمها كده على شكل صباع. لقيت الصباع بتبرم معايا كده وما بيفرولش معايا وبتقطع، يبقى كده العجينه معايا مظبوطه. وفي نفس الوقت برضو لازم اراعي لما اجي ابرم العجينه كده وابططها العجينه ما تشققش معايا. لو شققت من الحراف مش مشكله، اهم حاجه ما تشققش من منطقه النص. وده علشان لما تيجي تسوي البقسماط او الكوكيز ما يشققش معاكي في الفرن ويطلع معاكي مظبوط كده زي ما شفت في اول الفيديو. اهم حاجه لازم نراعي حاجتين. اول حاجه ان احنا نحط العجينه شويه في التلاجة، وخاصه في فصل الصيف، لان طبعا على ما تخلصي كل المقادير بتكون العجينه ساحت في ايديكي. فحاولي تحطها في التلاجة او في الفريزر كده لمده 10 دقايق علشان خاطر العجينه تتمسك معاكي. وفي نفس الوقت برضو تقدري تبرمي العجينه كده بمنتهى السهوله لان العجينه بتكون ساقعه في المرحله دي. تاني حاجه لازم تراعيها ان انت ما تغطيش العجينه وانت بتشكلي فيها، وده علشان العجينه ما تعرقش معاكي وتسيح معاكي في المرحله دي، لان طبعا العجينه معموله من الزبده، والزبده يا جماعه بتكون حساسه جدا زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى انا هعمل ايه علشان اشكلها؟ زي ما انتم شايفين كده هجيب العجينه كده وابرمها بين ايديا الاول، وبعد ما ابرمها كده على شكل صباع صغير بروح بقى برموها كده على سطح العمل بالراحه كده بتديني شكل الصباع ده. طبعا تقدري تبرميها بقى بشكل طويل بشكل قصير زي ما انت حابه، على حسب الطول اللي انت حباه. وزي ما انتم ملاحظين ببرم العجينه كده وبعد كده بحطها في شويه سكر، ده سكر عادي جدا جدا بس سكر خشن. بروح برمى العجينه كده بالشكل اللي انا حباه، وبعد كده بحطها في السكر، بلفها لفه واحده كده في السكر وبطلعها احطها في الصاج على طول. على فكره خطوه السكر دي اختياريه، حابه تعمليها اعمليها، مش حابه خلاص. بس حابه اقول لكم ان خطوه السكر دي خطوه جميله جدا جدا بالنسبه للناس اللي بتحب الحاجات اللي عامله زي بسكوت النايس، بتدي قرشه كده وفروله جميله كده في البق. لو انت بتحب الحاجات دي مش حابه خلاص، كده كده البقسماط او الكوكيز اللي احنا هنعمله النهارده كده كده بيقرمش، المقادير بتاعته هتطلعه بيقرمش معاكي لوحده. بس لو حابه تزودي خطوه السكر هتديكي قرشه وطعم جميل جدا جدا. وفي نفس الوقت ما تقلقوش لان السكر اللي موجود جوه العجينه مع السكر الخارجي هيطلع معاك السكر مظبوط مش بيجزع النفس. بس لو انت ما بتحبيش المسكر قوي استغني عن الخطوه بتاعه السكر دي. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين انا ببرم العجينه واروح لفاها كده لفه في السكر واروح رصاها في الصاج على طول. وحاولي بقى تظبطيها كده اول ما تحطي العجينه كده بشكل طولي علشان الصباع يطلع معاكي مظبوط. بالنسبه بقى للصاج اللي احنا بنرص فيه العجينه بيكون مدهون دهنه كده من الزيت، وده علشان الكوكيز ما يلزقش معاكي اول ما يطلع من الفرن ويتخلع معاكي كده بمنتهى السهوله اول ما يستوي. وده شكل الكوكيز جوه الفرن يا جماعه، والبقسماط شايفين طبعا اول ما بنحطه في الفرن بينفش معانا بالطريقه دي. علشان كده وانت بتبرمي العجينه ما تحاوليش ان انت تتخنيها قوي، لان البيكنج باودر والبيض المحطوط في العجينه هيخلي العجينه تنفش معاكي كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي. فعلشان البقسماط او الكوكيز ما يطلعش معاكي نافش بزياده ما تحاوليش ان انت تتخنيه من الاول، لانه كده كده حجمه هيزيد. بتسويه بقى على درجه حراره كام؟ هتسويه على درجه حراره 180، وبتكوني مسخنه الفرن قبلها كده ب10 دقايق، وبعد كده بتدخلي الصاج في الرف الوسطاني. لو انت هتستخدمي الفرن الكهرباء هتشغلي فوق وتحت والمروحه وهتحطي الصاج في الرف الوسطاني. انما بقى لو هتسويه فرن البوتاجاز العادي هتشغلي من تحت الاول، واول ما يستوي من تحت ويتحمر هتطفي بقى من تحت وتشغلي الشوايه وتحمري وشه. ويا ريت اول ما تشكليه تدخليه الفرن على طول. هما طلعوا معايا صاجين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، من اقل من نص كيلو دي هتطلعي كميه حلوه جدا جدا من البقسماط او الكوكيز، حاجه جميله وطعمها حلو ونكهتها روعه. وعايزه اقول لك نكهه الليمون حلوه جدا جدا ومدياله ريحه حلوه قوي. حابه تعمليه بنكهه البرتقال زي ما احنا اتفقنا كده، هتستبدلي قشر الليمون بقشر البرتقال. حابه بس اكلمكم في نقطه البيض عشان انا قلت لكم هقول لكم قدام احنا استخدمنا بيضه كامله في البقسماط دوت وصفار بيضه بس، علشان خاطر احنا محتاجين الصلابه وفي نفس الوقت برضو النعوميه. يعني ايه؟ يعني البيضه الكامله هتديك الصلابه وفي نفس الوقت برضو الصفار هيديك النعوميه. وعلشان تاخدي النعوميه استخدمت صفار بيضه بس من غير بياض، لان صفار البيض هو اللي بيديك النعوميه في اي حاجه سواء بيتي فور او بقسماط او بسكوت او كوكيز بتعمليه. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل يا جماعه ويستاهل لايك. واللي اول مره يشوفوا القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه، بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.